خليفة ضربة حرة مباشرة موجودة، كرة خطيرة، اوه جول لتونس. تونس تسجل من كرة ثابتة. صابر خليفة ارتقى عاليا ووضع الكرة في المرمى، وكان الهدف الأول، هدف المباراة الأول. صابر خليفة يعطي الفرح لمنتخب تونس ويرسم ابتسامة على محيا أسامة الطرابلسي. الكرة كانت مخادعة، مرت بهذه الصورة العالية، كانت من خالد القربي، والكرة ما لمسها في اعتقادي اطلاقا صابر خليفة، ولكنها خادعت نادر المياقري وكانت في الشباك، وكانت بالتالي قصة الهدف الأول لتونس في هذه البطولة. هي دي بقى مباراة الديربي، هي دي لقاءات الديربي. المغرب بيفعلوا كل شيء في كرة القدم، لكن لم يسجل الشماك ولم يسجل حجي، فيأتي العقاب، والعقاب عقاب قوي جدا من يوسف المسكني. استغل التعب والارهاق البدني نتيجة الضغط المغربي المتواصل، استغلال الاخطاء والهفوات. شوف امامنا هنا التوفيق من المدرب، الدفع باللاعب يوسف المسكني اللي بيسجل اول اهدافه الدولية بمهارة الكبار، لاعب من اللاعبين الصغار. امامنا هنا في هذه اللقطة شوف المرور الاول، وهنا امامنا يمر من بدر القندوري، والتدخل الدفاعي المتاخر جدا من جانب اللاعب القنطاري، ومهدي بن عطية تلمس في قدمه وتتحول داخل الشباك عشان يسجل يوسف المسكني. امامنا الهدف التونسي الرائع جدا في هذه اللحظات وفي هذا التوقيت. حقك تشرب، حقك يعني تسعد. امامنا هو البديل اللي دخل مكان العلاجي يسجل اول اهدافه الدوليه في 9 لقاءات مع المنتخب. لاعب كان انتقل، التوفيق غاب، الكره ضاعت بالجمله، وادي امامنا كره في الشباك يطلعها امامنا كريم حجي، وما زالت الفرصه، ولكن هنا امامنا الراسيه ومحاوله، وهدف العوده، هدف العوده عن طريق اللاعب حسين خارجه. هل فيها تسلل؟ اللقطه الماضيه على احمد القنطاري، لكن امامنا هنا بيسجل هدف تقليص النتيجه. حسين خارجه يسجل لمنتخب المغرب طبعا هدف العوده للقاء. الوقت المتبقي ما زال في المباراه بقيه، ما زال في العمر بقيه، طالما هناك اصرار وانذار من نصيب اللاعب عمار الاشمال امامنا في هذه اللقطه. شوف الاعاده مره ثانيه، شوف الاعاده، هل في تسلل؟ هل في تسلل؟ في تسلل. ادي امامنا احمد القنطاري، شوف امامنا القنطاري، هي بقى المعيار لحظه لعب الكره والمساعد تعدي منه، وامامنا هنا القنطاري يريح كره لحسين خارجه، وحسين خارجه امامنا يضع الكره، هدفه الدولي السابع. امامنا هنا حسين خارجه.